بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نجاة ساد. مؤسس طريقة النجاتية، ولا يعني باختصار ما بشتغلش بغيرها. ما اعرفش حاجة في التكنيكال، ما اعرفش حاجة في التحليل الفني. بشتغل بطريقة مبتكرة منذ فترة، وانتوا خلاص عرفتوها. النهاردة ان شاء الله عايز اتكلم على كيس 30، و عايز احط رؤية. طبعا انت شايف قدامك الشارت بتاع كيس 30. مش هنقعد نتكلم كتير في الدنيا دي كلها. انا عامل الشارت على الويكلي عشان اقدر اوصل لك المعلومة واقدر اوريك الشارت، وبعد كده هنحاول نقلبه ديلي ونشوف. طبعا كلنا فاكرين القمة دي اللي هي 12039. هناخد بس كده يعني حتة صغيرة عشان نوصل للمطلوب. وطبعا انا كنت موجود في البورصة، القمة الرئيسية 12039. وطبعا هو كان جاي زي ما انت شايف بالطريقة ديت، زيه زي لسه بيحبي قمة وقاع قمة وقاع. بعدين عمل الطلعة الكبيرة اللي انت شايفها ديت. طبعا كان في عملية تصحيح في المنطقة ديت، وبعدين طلع يعني هو كان قاع 445، طلع من 12000. بعديها خدنا في الأزمة المالية العالمية، ونزلنا الشوط الجامد دوت. نزلنا من 12039 حتى 3380. في التوقيت ده كنا احنا قلنا على طريقتنا الخاصة بناخد العملية العكسية، وبيبقى مستهدفنا المحتمل الثاني والأول. في حال الوصول للتريد الأول لابد أن ينزل منه، يعمل عملية تصحيح عشان يعاود عملية الصعود مرة أخرى. طب بس للتذكرة، من عند 12039 وعندي قاع 3380. طبعا ده مش قاع تاريخي لأن هو ما كسرش قاعان سابقة يعني. قول لي نجاتيها هتقول ايه؟ قال لي مبدئيا يثبت لي فوق القاع المؤكد الأول اللي هو التاني دوت، وبثبات هنا يستهدف لي القاع المحتمل التاني والأول. في حالة الثبات فوق المحتمل الأول يروح على التريد الأولاني. طبعا زي ما اتفقنا عشان يخش التريد الأولاني ده صعب جدا، بيروح ساقط منه على طول. لمجرد ان هو بيوصل له ويسقط منه، لازم احنا نعرف انه ان شاء الله هيخش منطقة التريدات اللي احنا اطلق عليها عش الدبابير. طب هو هنا بعد 3380 لاحظ كده، بعد عملية الصعود والهبوط والتصحيح، صعود وهبوط، عمل 7693 يعني 7700 بالفعل. وصل للمحتمل الاولاني، ما قدرش يصمد، ما قدرش يعني يحاول ان هو يقعد فيه شوية، لكنه نزل عشان ياخد دفعة. طلع مرة اخرى ما قدرش يكمل على المحتمل الاولاني. اوتوماتيك هنا لازم افهم، ولازم انت تفهم مع اي ورقة انا بشرحها بالفيديو هذه الطريقة. العودة ليه وما قدرش يخترقه مرة زي ما انت شايف، هينزل تاني. وبالطبيعي لما هينزل بيعمل اما قاع قريب من هذا القاع بيبقى فوقيه وليس تحتيه. خلي بالك من اللي انا بقوله، يبقى فوقيه. لازم تستشف ان هو هيطلع تاني يجرب، وفي الحالة دي هيكون اختراق لان دي المرة التالتة. اما هو طلع جرب عليه تاني على المحتمل الاولاني 7700 زي ما انت شايف، وما قدرش، نزل. خلاص انا المفروض افهم ان انا لازم اخرج واعمل هولد ايا كان وقت الهولد. انت لو انت مضارب ده موضوع تاني، لكن انت بقى لو بتلعب في قاعان وقمم برضه ده موضوع تاني. في ناس بتشتغل يومي، في ناس بتشتغل اسبوعي، في ناس بتشتغل على التسوية، في ناس بيشتغل على انه يعني انا كنت فترة بشتغل
مضاربات، وفترة اشتغلت على قاعان وقمم، بخش اعمل لي 4 5 6 عمليات في السنة، ومرة قعدت مثلا اعمل لي مثلا 7000 عملية في السنة. حقيقة الامر اكتشفت انه سيبك من من المنتديات، او سيبك من مش سيبك يعني، يعني عايز اقول لك ما تغيرش استراتيجيتك، ما تخليش النفسية بتاعتك الطمعانة دايما النفس البشرية للمادة، ان انا ادخل واخرج. ممكن تدخل وتخرج، بس ازاي؟ بعقل. يعني ادخل بعقل، وكما قال او كما يقال، في ناس بتخش تحت مسمى الشراء على دقات طبول الحرب والبيع عن ألغام الموسيقى. احنا خلاص يعني متهيالي قربنا شوية. المهم نرجع تاني. سقط منها سقوط ذريع عمل 3578، وطبعا بأحداث بقى الثورة وغيره. ولكن هنا هنلغي بقى القمة الرئيسية، وهنلغي القاع الرئيسي، ونبتدي نبص على تشارت. وهقول بقى احنا جايين منين. جايين من 7000 اللي هي المنطقة دي، وصلنا للمنطقة دي، فأنا هشتغل على منطقة اللي وقع منها اللي هي ال7، وهاجي لحد هنا اهوت المربع ده اللي هي القمة العكسية مع القاع، ثم القاع مع القمة العدلة بعد كده، اللي هي الحاجات الصغيرة، عشان نشوف مستهدفاتي شكلها ايه ورايحين فين وجايين منين. مبدئيا هاخد ال7693 اللي هي سقطنا منها، واقول له اهيت 7693، واروح للقاع اللي هو دوت اللي احنا خلاص ساعتنا زي ما انت شايف كده 3578. ديت برضو طريقة عكسية زي ما اتفقنا، خدناها مرة من ال12 دي ال3000، وطلعنا قلنا عندي محتمل تاني واول باختراق يروح للاولاني ينزل منه مباشرة. هي تعال نشوف عملنا ايه. احنا خدنا زي ما انت شفت كده القمة اللي سقطنا منها ال7000، اللي هي برضو البرنامج حددها سابقا في احد المشاركات واحد الفيديوهات السابقة، وخدنا القاعدة. ده اسمه طريقة عكسية عشان اشوف اطلع اروح فين. قلنا محتمل تاني محتمل اول، كبرنا تريد اولاني، ولو وصل تريد اولاني بينزل تاني سريعا مارش. طيب عندي هنا شايف القمة دي عمل كام من بعد القاعدة؟ عدل بقى عمل 6024. يعني انا هقول باختصار مش هقعد اشرح الشرط كله يعني. اخترق المحتمل التاني والاولاني ووصل لحدود زي ما انت شايف خانة التريدات اللي هي عش الضبابير، اللي هو لما بيدخل هنا وبيثبت فوق هذا يطلع يجرب على ده وينزل يأكد دوت، خلاص دخل منطقة عش الدبابير. هيشتغل هنا بيديني مستهدفات ان انا رايح ل7.5. ال7.5 ده هدف مبدئي، هدف مبدئي. ده تريد رابع بيبقى صعب شوية اختراقه، يعني ممكن اروح 716 او اروح بين ال716 وال7500، مش لازم بالملي، انا اروح في المنطقة اللي هي ده ما بين ده. هو حاليا باختصار شديد لما تيجي تبص هنا كده عامل كام؟ عامل حوالي 7000 إلى 13 بونت. يعني هو كده داخل على منطقة التريد التالت. طب أنا تعالى بقى نشتغل عدل، ناخد القمة ال624. خلاص عرفنا احنا يعني احنا بنتكلم على اعتبار أنا كنت هنا وهنا لسه معرفش الدنيا فيها ايه، واخد بال حضرتك؟ فالمفروض ان البرنامج بيقول لي عندي محتمل تاني محتمل اول واحتماليات التريد الاولاني. هي بقى هنا اللي بيسموها انت بتدخل بتعمل عملية بتنتظر محتمل تاني محتمل اول، ثم مكمل السوق وراح تريد اول. خلاص انا في المنطقة دي انا لازم ابيع واخرج من السوق واعمل هولد انتظارا لما سوف يحدث. طيب تعالى ناخد بقى القمة العادية 624. انا عندي كانت 688 يعني ما فرقتش. 624 على نفس القاع زي ما اتفقنا، هناخده مرة عكسي وناخده مرة عادل. هتقولي ما انت حاطط قاع قبل منها، اي بتاع ده قمة قبل منها. ماشي، ما انا ممكن اشتغل على القمة الصغيرة وكل ما اطلع زي ما اتفقنا ارفع عشان احمي ارباحي واخد القاع ده وبعدين اخد القاع ده، لكن انا بشرح لك باختصار يعني.
ادي 6 24 عشان امشي عدل. احنا رايحين فين يا ابني يا عم نجاتي؟ قال لي بص هنا انت مشيت عدل. المشية العدل دي بتقول ايه؟ بتقول انا عشان خدت قمة 6 24 لازم انزل اصحح مثلا. هو نزل هنا عمل 4900 وبعدين عمل 4400. المفروض ان انا بنزل زي ما انت شايف كده. بص المنطقة اهي قاعان المحتملة في عملية التصحيح. المفروض عندي لما باخد قاع وقمة قريبين من بعض اللي هي الطريقة العدلة بيقول لي منطقة التريد التالت والرابع كسرهم تخفيف، منطقة بتاع ده كسر التريد الأولاني خروج وهولد لمنطقة القاعان المحتملة والمؤكدة. هو بالفعل أول نزلة ليه كانت حوالي 4900 يعني 5000 تقريبا، اللي هي منطقة التريد الأولاني هوت عليه زي ما انت شايفه. ده على الويكلي طبعا، يعني على الويكلي ده فيه صعود وهبوط يعني. صعد منه مرة تانية زي ما انت شايف عمل حوالي 5800 يعني 5900. حاول يروح على التريد الرابع زي ما انت شايف، ما قدرش سقط منها، ودي عملية بقى المضاربات، وبالتالي لازم هينزل يجرب على التريد الاولاني واحتمال كبير يكسره كالعادة طالما طلع للتريد الرابع، وبالفعل سقط منه وذهب الى منطقة 4479. ايه اللي هيحصل؟ طب ما هيطلع يعاود تاني على نفس الهدف. احنا ما زلنا بنقول انا عندي قمة وعندي قاع، اللي هو القاعدة والقمة دي اشتغلت عليها. لما بحطهم بالطريقة العدلة بيقول لي يخترق للتريد الرابع، يبقى عندي مستهدف 8470. شرطين الأساسي في هذا الموضوع إن أنا أثبت فوق 6839. بس هنا مع ملاحظة بمشي خطوة خطوة. يعني أنا بطلع على ال الهدف الأول في خانة كسر قمة سابقة اللي هي كانت 6024، وهو حاليا داخل على 7247. الهدف منها اصلا 8470. طبعا انت ما تقعدش تقول لي ما هو السوق طالع ونجاتي قال 8470 يعني هو هيعملها لك بكره ولا بعده ولا بعد اسبوع وهكذا يعني. انا ماليش علاقه بقى ب 14 يناير و15 يناير والثوره والحدوته دي، ليها علاقه بالبرنامج اللي معايا والمحطات اللي انا بشتغل عليها، وبغمض عيني خالص عن موضوع السياسه اي نعم ليها دور كبير، ولكن البرنامج محصن بفضل الله تعالى، بيدينا محطات ان احنا نشتغل عليها، وتكاد تكون ان البرنامج بيقرا هذا الكلام. طيب انت يا عم نجاتي خدت ده وخدت ده وقلت على المستهدف بتاعك. طب ما في قمه صغيره اهي 5473. تعالى يا سيدي ناخد القمه الصغيره عشان برضو ما تقولش انت بتشتغل ازاي، مره تاخد دي مره تاخد دي. لا ادي قمه اهي، ما هنشتغل عليها هينزل هيطلع هنا وهيدينا برضو مستهدفات 6024. ادي 5473 5473. احنا كنا خدنا العكس وعرفنا برضو نفس المستهدف يعني، خدنا العكسي وعرفنا نفس المستهدف. لما بناخد نقرب المسافات يبقى انا كده اوتوماتيك عندي هدف التالت كالعادة زي ما اتفقنا. هدفنا التالت 7368. بخترق 604 ثم 6420. هي مش بخترق يعني انا اللي بقول اخترق، لا يعني هو لو المؤشر اخترق هذا المكان وطلع 6420 بينزل يجرب ويطلع تاني وهكذا زي ما انتوا عرفتوا بقى سكة الفار طالع نازل. لو انا فتحت ديلي هتلاقي هذا المنظر. ادي ال 5473. لو تبص كده هتلاقي عمل كام الراجل؟ عمل 4000 وفي نازله هنا كمان عمل 4947 اللي هي منطقة محاولة كسر او محاولة ثبات على ال 5000، ولكنه لم يستطع وطلع هنا زي ما انت شايف. انا مش حاطط طبعا على القمم الصغيرة والكلام ده، والنهاية عمل لي قاع 4027. لما تيجي نرفع القاع 4027 على 624 احنا واخدينه قبل كده وعرفنا خلاص مستهدفنا اهو. مستهدفنا 8470 اصلا، لكن انا عايز اشتغل بقى بشكل تاني على المؤشر. عندي كام؟ 427. الماوس وقف. ايه الجمال ده؟ تمام. قول له وريني يا عم الشكل العام بتاعنا هيبقى ايه. بص كده بقى اشتغلنا على القاع التاني اللي هو حماية
ان انا عايز احمي بيها نفسي من القاعدة، سيبناها خلاص وخدنا القاعدة اوتوماتيك، خدنا برضو على نفس القمة عدل اهو 624 427. بيقول لي خلي بالك بقى، اولا برضو نفس الطريقة، ما ينفعش اكسر التريد التاني والتالت، حده الاقصى التريد الاولاني كسره بينزل لمناطق القاعان. تعالى نشوف بعد ما طلع هنا نزل لحد فين. عمل 4800 تقريبا. في حاجة تانية في 4600 ظهر اهي، 4700 4800 المنطقة ديت زي ما انت شايف، كسر ونزل المحتمل التاني. هنا احنا قلنا هنا شغل مضاربات، لما كل ما بتقرب القاعان والقمم على بعض بتبتدي تضارب وتبتدي توسع دايرة القاعان، منطقة التريدات بتخرج منها وبعدين تدخل على منطقة القاعان. لكن برضه هي نفس التريد الاولاني هو الرئيسي بتاعنا، ان احنا لازم لو دخلنا عليه نثبت فوق منه عشان يستهدف لي الهدف الرابع منه اللي هو ال 5944، ثم مباشرة يطلع لي على ال 6700، ومن ال 6700 ديت بيستهدف لي 7000 ثم 8000. طيب خلاص نزلنا وطلع مرة تانية، واخد بالك انت، ابتدى يجرب على ال 5800، قلنا 5900 اللي هو منطقة برضو التريد الرابع، ما قدرش يخترق ونزل منها. خلاصة القول عملنا قاع جديد وما زلنا شغالين في المستهدفات بتاعتنا، وده شرح بسيط جدا على كيس 30 على مستوى المستهدفات بتاعتنا شكلها ايه. وخلي بالك عندي كذا حاجة، احنا قلنا دائما وابدا الهدف الثالث هو المستهدف عند التريد الاولاني، ده هدف رئيسي. عند المحتمل بالطريقة العكسية التاني والتالت هدف رئيسي في الصعود اليه التريد الاول بينزل منه. ولو خدت بالطريقة العكسية طبعا بيبقى الهدف ده مش باين على تشارت، لكن بيبقى هو مستهدف، مش الارقام اللي قدامك، انا بتكلم على شرح برنامج عشان تبقوا فاهمين. حتى لما احط صور في المنتدى واقول طريقة عكسية واقول الهدف المستهدف كذا، مفيش بقى واحد يخش ايه يعني يقول يعني ايه العكسي وايه مش العكسي والكلام دوت. ربما تكون في بعض الناس مش واخده بالها او مش فاهمه، تسال وانا هجاوب عليك واحاول ان انا اوصل لك المعلومه باختصار ان شاء الله باذن الله. نرجع تاني على منطقه التاريخ بتاع النزله العموديه الفظيعه دي، وهي تعتبر ما زال، لو انت خدت بالك، ما زال المؤشر شغال جواهم، اللي هي 7693 و 3380 اللي هي دي. اللي هي دي قلنا عليها نمشي عليها حتى الآن، طالما انت شغال جوه قاعين، جوه قاع وجوه قمة، ما زلت لا انك انت اخترقت القمة السابقة ولا انك انت عملت قاع جديد، ولكن الجميل هنا ان انت عامل قاع تقريبا قريب من هذا القاع، وده يبشر بالخير يعني ان شاء الله باذن، مهما كانت الظروف، مهما كان شكل التصحيح، ولكن يبشر بالخير. اللي انا عايز اقوله نخلي بالنا الفترة اللي جاية، لان احنا داخلين على منطقة حساسة زي ما انت شايف. انت خلاص استهدفت هذه المنطقة وال 7089 انت داخل عليها، في حال اختراقها هتروح للتريد الرابع 7500، ونعتقد ان احنا ممكن من هنا او ما بين ده وما بين ده يحصل عملية جني ارباح او ما الى ذلك. والله اعلم بعلم الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.